لما يصطفي الله أسرة بعينها تهطل الرحمات عليها وتغشاها الطمأنينة، صغرت أم كبرت، ولا يهم هنا عدد أفرادها. وتقلب صفحات التاريخ فترى من الشخصيات المؤثرة من عاش في ظروف عجيبة رهيبة، فذاك ابن نعمة صارت عليه مثل الوبال، وابن مآس وأحزان صنعت منه مضرب أمثال. لما كان الناس مثلا يتحلقون حول ابن حنبل لم يكن يخطر ببال أحدهم أن هذا النهر الهادر علما وأدبا وفهما عاش يتيما بلا أب. ولما يقرأ المرء كتب ابن تيمية وحديثه عن الأحكام وما فيها من أمور النكاح والعلاقة بين الزوجين لا يخطر بباله أن الكاتب مات أعزبا. وحين تقرأ كلام الله وهو يمتدح امرأة فرعون، أو تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يثني على أمنا عائشة رضي الله عنها، ربما لا تتذكر أنهما آسية وعائشة لم ترزقا بذرية، إنها البركة إذا حلت في إنسان أو مكان أو كيان ألبسته من حلل الراحة ويسرت له من تدفق البر ما لا يخطر على قلب إنسان. معادلة لا وزن فيها للمال والبنين. انظروا إلى الوليد بن المغيرة الذي كان وحيدا فوهبه الله مالا ممدودا وبنين شهودا ومهد له من الخير تمهيدا، ثم كان منه ما كان، فكر وقدر ثم فكر وعبس وبسر ثم كفر، وما انتفع بشيء مما وهبه الله لأنه أعرض عن الله فحبست عنه رحمة الله. المال والبنون زينة الحياة، لكنهما ليس كل شيء فيها، والذكي لا يبرح يعمل لآخرته ويعمر دنياه ما دام الدم يأخذ في عروقه مجرى.